بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هاي إلى مخصوص إلى الشرطة والمرور اللي يغرمون المرور. هذا ما أعرف النظام شلون يشتغل. خلينا نقول أنا عندي دراجة وصولية، هذا أوراق بيها بس ما مرقمها. جاني المرور غرمني. ترجع إلك هم تتغرم لما أنت تمشي مدني؟ ها؟ فليش ينحكم علي القانون وأنت لا؟ إنما باقي الدول ماكو سيارة أو عجلة أو دراجة ها بنزين، مو دراجة شحن. دراجة شحن ما تسجل، ماكو نظام تسجيل. أنا قصدي ليش ينفرض علي القانون وما ينفرض عليك أنت كموظف حتى لو خارج دوامك؟ يعني مو هذا مواطن عادي، ليش؟ شنو اللي يفرق عليك؟ أنت مواطن وأنا مواطن، يعني شو أنت نجمتين أنا نجمة واحدة؟ ليش؟ شنو اللي يعني ايش راح يصير اذا باقي الدول ماكو شي نظام؟ كل قانون واحد يمشي عليه الكل. اذا انت موظف خارج الدوام، حتى لو قاضي، حتى لو رئيس وزراء يمشي بالشارع وخالف القانون يتحاسب ويغرم ويروح يسجل يدفع الغرامة. شنو انت نبي واني انسان عادي؟ انت منو واني منو؟ ليش التفرقة هذا؟ واكو غير اشياء راح اطرحها بعدين، بس هاي انا دا اشوفها قدام عيني. السائق يتغرم بس لما الموظف يلبس مدني كائنا من كان الوظيفة، خاصة إذا هي بالشارع. شرطي مرور ما يتغرم، ما يتحاسب، لين يعرفوه يمشوها. يقول لك مشوها. هناك بالخارج لا عمي لا خالي لا أبويا لا ابني إذا ما أغرمه أنا راح أتحاسب أو أنطرد من الوظيفة. هناك ما أقول لك كافر، مسيحي يهودي كاثوليكي وغير الديانات، صحيح يعرف الله بس ما يفكر بأنه شنو أنا عندي محاسبة بعدين بعد القبر. فإحنا كشيعة مع الأسف على شيعة علي، أنا ايش أقولها، أنقهر على اللي الله سبحانه وتعالى أهل البيت يقولون، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول امشي على قانون الدولة. فليش أنت ما تمشي على قانون الدولة مثل ما باقي الناس تمشي؟ يعني أنت تغرمني بس أنت ما تتغرم، ليش؟ أنا هذا القصد. مع الأسف على شيعة علي. السلام عليكم ورحمة الله.